مستني عندك. اوعي تتخضي ولا تخرجي من الفيديو. لازم تعيشي معايا كل لحظة في حياتي، وزي ما هعيشك الحلو لازم برضو هتشوفي الوحش اللي بيحصل. ما هو مفيش حد فينا حياته مثالية ابدا، ولا وردي 24 ساعة. الاول كده، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين يا رب وبأحسن حال. انا عارفة ومتأكدة ان اي وضع هتكونوا فيه انتوا دلوقتي هتكونوا احسن مني 100 مرة. ربنا يديمها عليكم نعمة يا رب. نبدأ الفيديو باللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى انا جاية عشان تهونوا عليا، وجاية اشتكي لكم، وجاية تقولوا لي معلش يا سهى، وجاية علشان بصوا تطبطبوا على قلبي كده. مش عشان المنظر اللي انتوا شايفينه بس، لا بصراحة في موقف تاني حصل معايا مخليني تعبانة نفسيا جدا وحازس فيا، فلازم احكيه لكم ولازم اقول لكم التصرف اللي انا اتصرفته ده هل فعلا هو صح ولا غلط، وكان لازم اعمل ايه بالظبط. ممكن يكون باين على صوتي ان انا تعبانه شويه، زعلانه شويه، متضايقه شويه، وانا بصراحه مش متعوده ابدا ان انا اطلع في فيديوهاتي اديكم طاقه سلبيه. بس يعني ربنا يعلم انا بعتبركم انتوا قد ايه حد قريب مني جدا، وكلامكم اصلا بيفرحني جدا وبيهون عليا كتير. فانا حابه النهارده كده اطلع فضفض، يعني اعتبروها فضفضه من اخت، ماشي؟ وانتوا بتسمعوا لها علشان تهونوا عليها. اولا كده اللي حصل معايا عندي في المطبخ ان غسالة الاطباق كنت شغالها بقالي 3 4 مرات كده، ما بتسحبش المية. تمام، الاقي المية من تحت عليت 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 فيها جدا، والاقي المية كمان خرجت من بره. ولكم ان تتخيلوا بقى ان المية اللي بتخرج بره دي هي اصلا مية مواعين، يعني المواعين بقى مطرح ما محطوطة جواها، فالمية دي بتشطف الأطباق فبتتراكم تحت، فلما الغسالة ما تصرفش فبتقوم طرداها على بره. بره بقى تحت التلاجة، تحت غسالة الملابس، تحت المشاية بتاعة المطبخ. يعني ما اقولكمش الموضوع كان صعب قوي قوي، بس الحمد لله، يعني الحمد لله اللي هو عدى بسلام. المهم بقى جبنا الراجل اللي بيصلح يعني الغسالات وكده، قال لي العيب في جهاز الطرد. جهاز الطرد باظ من ايه؟ هو لوحده، يعني هو مفاجئ كده، جهاز الطرد باظ، ما بتطردش المية اللي فيها عشان ترجع تسحب تاني. يعني بتشطف الاول الشطفة وبعد كده بتفضل تصفر تي تي تي, تي. طب انت فيكي ايه؟ مالك؟ فيكي ايه؟ مش عارفة بقى بصراحة. فالحمد لله ان هي جت برضو على قد كده. هي ما كانتش بسيطة خالص بصراحة، ولا من ناحية مجهود، ولا من ناحية ماديات، ولا من ناحية اي حاجة، بس الحمد لله ان هي جت على قد كده. المهم هو صلحها، والمطبخ زي ما انتم شايفينه طبعا اضطريت ان انا اطلع المواعين اللي في الغسالة كلها واعملها على ايدي، ويتبقى طبعا جزء كبير برضو في الحوض. يعني الدنيا كانت مقلوبة من كله، من كل حاجة. تخفيرة غسالة الأطباق يا جماعة وحشة قوي، يعني ال الحركة بتاعتها بغدرة كده، عارفين انتوا الغدر. بعد بقى طبعا ما الراجل صلح الحمد لله الغسالة، وطبعا عشان خاطر اصلا نطلع غسالة الأطباق لان الصرف ورا غسالة الهدوم، فلازم نطلع دي ونطلع دي. والراجل بقى بتاع الغسالات نزل وبعني، يعني نزل بقى، ومفروض ان هو يعني كان ذوقيا منه يعني يرجع معايا الحاجة، او معرفش بصراحة، بس يعني اللي بيجي بصراحة بيعمل لي حاجة بيرجع معايا الحاجة تاني. لا هو بقى نزل وما عملش اي حاجة، وكده كده يعني بيتراضى يعني في الاخر، بس هو بقى كان مستعجل فجري. وانا بقى اتفاجئت طبعا بالمنظر اللي لقيت نفسي محطوطة فيه في الاخر. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ربنا اداني القوة وقدرت ان انا اسيطر على الوضع. المهم بقى ايه، دخلت طبعا على المطبخ عشان الم واظبط وامسح وارش بقى منظفات كتير بسبب المية اللي كانت نزلت من الغسالة في الارض بقى، وجريت حرفيا كل حاجة عشان مطبخي ضيق. انا طبعا ما صورتلكمش يعني تفاصيل، بس انا حرفيا جريت كل حاجة، تعبت جدا جدا في اليوم ده. المهم بقى آه هنا انا دخلت على المواعين، برضو دي كانت باقي مواعين كده، الفطار والعشاء من قبلها بالليل. فقلت ايه اما اعملها، هو الراجل قال لي شغليها او جربيها بس وهي فاضيه، ما تحطيش فيها مواعين
الاول لا، جربيها وهي فاضيه على اعلى درجه حراره خالص. فانا عملت بقى زي ما هو قال لي. وانا بعمل مواعين بقى كده وبظبط في المطبخ، تعالى اقول لكم ايه اللي حصل معايا. حصل معايا موقف وحش قوي بصراحة. انا ما كنتش اتخيل ان هو ممكن يحصل معايا في يوم من الايام. يعني تحسوا ان انا ايه، مصدومة كده في نفسي. اولا هبدأ كلامي بجملتين تاخدوهم وتعملوا بيهم طول حياتكم وباقي عمركم، وانا عارفة متأكدة ان انتوا هتشكروني على النصيحة اللي هقولها لكم دي دلوقتي. عمركم ابدا ابدا ما تدوا او تعملوا لحد قيمة او وضع اعلى من قيمته. ما تدوش لحد فوق قيمته ابدا. ليه بقى؟ لانه اول ما هيشوف نفسه، اول ما هيتعالى عليكم انتوا. وانتوا ممكن، يعني انا هقول لكم على حاجة. انا مثلا انا حصل ان انا هحكي لكم الموقف يعني، وايه وانتوا احكموا يعني. انا كنت قاعده مع حد اعرفه. فالمهم الحد ده، احنا قاعدين بنتعامل عادي وبنتكلم وتمام، حد يعني قرايب. فطبعا التعامل بيكون بنية صافية وبتلقائية وبعشم وبكل حاجة، كل حاجة، مفيش ابدا اي نية خبيثة. فلما تتفاجئي اللي قدامك ده عمالي مثلا بيوريكي شفت انا عملت ايه، شفت انا رحت فين، شفت انا جبت ايه، وانتي بتقولي له ايه او انت بتقول له ايه، ما شاء الله، حلو، كويس، مبروك، تمام، فرحتلك والله، دنيا حلوة، تمام والله فرحتلك. وانتي اصلا اللي هو بيوريهولك ده يعني ما يجيش ربع اللي انتي اصلا بتعمليه في حياتك. تمام. بس ما ينفعش ان انا اقول مراعاة لظروف اللي قدامي عشان ما بقاش انا بقل منه او بكسر بنفسه. فلما تلاقي بقى اللي قدامك ده بعد ما يحكي لك يبدأ يستخدم اسلوب التخميس في وشك، فدي تبقى قلة ادب. انا حرفيا انا لما حصل الموقف ده قدامي انا اتفاجئت. اولا احنا ما بنتقابلش الا ممكن كل سنتين 3 مرة. يعني إيه؟ انتوا ما تعرفوش تفاصيل حياتنا ولا احنا نعرف تفاصيل حياتكم. كل واحد ليه عيشته وليه مستواه. بس عمرنا ابدا ما هنبص لبعض ولا هنعاير بعض. ما ينفعش ابدا ان احنا نعلي على بعض. فانا ومش معنى ان انا بقولك حلو وجميل وكويس وما شاء الله وايه الجمال ده وايه العسل ده ان انا هبصلك. لا، انا بفرحك بالحاجة اللي انت فرحانة بيها. فانتوا بقى تفتكروا ان انتوا ان انا ممكن ابصلكوا او ان يبقى وضعكم مثلا، انا مش عايزه اقول وضعكم عالي والله يا جماعه، لان يعني ايه الكلمه دي كبيره. يعني احنا كلنا واحد وكلنا سواسية يعني عند ربنا. ما ينفعش ان انا اقول وضعكم ووضعنا. يعني بغض النظر عن ان الشخص ده ممكن يبقى قريب او غريب، ما ينفعش والله. انا مستعيباها اصلا وانا بقولها. فان الحركة دي تحصل قدامي انا بقى كان ردة فعلي ايه؟ انا للاسف من الناس اللي لما بيحصل معاها موقف زي كده بيجي لها ذهول او صدمه عصبيه. مش صدمه عصبيه يعني صدمه. ما بيبقاش عندي اي ردة فعل جاهزه في الموقف خالص. بس تلاقوني بقى عماله افضل بقى افكر مع نفسي. ممكن ضغطي يعلى، انا ليه ما ردتش قلت كذا، انا ليه ما عملتش كذا، انا يا ريتني ما كنت قلت لها الله حلو وجميل على حاجتها. طب انا كنت بطيب بخاطرها، طب انا كنت بفرحها بحاجتها، بس حاجتها دي بالنسبه لي انا شايفاها عادي اصلا ويمكن اقل من العادي. بس ليه انا عملت كده؟ ليه؟ طب ليه انا ما ردتش؟ ليه انا ما ردتهاش؟ ليه؟ لاني انا عمري في حياتي ما اتخيل ان انا ممكن اعمل الحركات دي مع شخص او مع حد. الحركات دي او غيرها حاجات شبهها، اللي هو اقعد مع بني ادم ويبقى من جوايا في نية مش كويسة، فابدأ افكر له واعمل الاعيب واعمل خباثة من تحت لتحت، او ابقى قاعد معاك وببتسم وبتبتسم لي وانا اصلا من جوايا نية مش حلوة. ف موقف زي كده
فعلا انا يعني اتحطيت فيه، بس اتضايقت منه جدا فوق ما تتخيلوا. اتضايقت اكتر، اتضايقت اولا ان حصل معايا، ثانيا اتضايقت على اني انا ما كانش ليا اي ردة فعل، وما عرفتش يكون ليا اي ردة فعل غير اني ابعد عن الشخص ده تماما واتجنبه واقطعه اصلا. آه عشان كده بقول لكم اوعوا اياكوا ابدا يكون في حياتكم ناس وتدوها وضع او قيمة او مكانة اعلى من قيمتها، ولا بقول لكم برضو ان انتوا تكسروا بيهم او تقلوا منهم. ومش معنى ان انا طيبت بخاطر الشخص ده يبقى انا انبهرت بيه او انبهرت باللي انت بتوريهولي، لا. ما انا بس بفرحك، شايفاكم فرحانين بحاجتكم اللي انتوا عملتوها، فانا بفرحكم انتوا كمان بيها. يعني ده من مثلا ايه، من طبعي او من اصلي. انا مثلا ما اقدرش انت شايفاكم فرحانين بالحاجه بتاعتكم فاقول لكم لا ايه القرف ده، او عادي ده انا عملت زيه، ده انا يمكن عملت اكتر منه كمان. لا طب بصوا بقى انا بقى عملت ايه. ما ينفعش ما ينفعش، يبقى انا كده بكسر باللي قدامي او بكسر بنفس اللي قدامي. بس للاسف في ناس فعلا بتكون هي عايزه كده، او انا اعرفك مقامك او اعرفك انت قيمتك ايه. وعشان وبرضو مش عشان اعرفك قيمتك ايه انا مش هظهر اللي عندي، مش هظهر داخلياتي في حاجات انا بعملها حلوه وبتحصل معايا حلوه، بس ما بقاش عايزه ان انا اظهرها واقول واتباهى واتعالى على اللي قدامي. بص انا بعمل ايه، بص انا بسوي ايه، بص انا بعمل، لا. حلوي لنفسي وحشي لنفسي، اعلى من الكل ده لنفسي، اوطى من الكل ده لنفسي. بس انما عامه الدرس المستفاد اللي انا طلعت بيه من الموقف ده ان انا عمري في حياتي ابدا ما ادي لحد قيمه فوق قيمته او وضع غير وضعه. انا ممكن مثلا اطيب الخاطر بس ما فرحكش، بس ما انبهرش بحاجتك عشانك. انا لما عملت نفسي بنبهر فهو عشانكم، انما انا اصلا مش منبهرة. انتوا عرفوني يعني كان المفروض انا في الموقف ده اتصرف ازاي، وفي نفس الوقت انا ما اقدرش ارد للي عملت معايا كده نفس حركاتها اللي هو الخمسات وفي الوش. يعني مش انا مش بتاعت كده، وانا معرفش اصلا اعمل كده، ده مش طبعي ولا تربيتي ولا تربيتنا ولا بيتنا كله يعني نعرف نعمل كده اصلا. المهم بقى تعالوا اقول لكم انا بعمل السمك السنجاري في البيت ازاي وبيطلع احلى من بتاع بره. هتقولوا لي يا سهى بعد العك ده كله واللي انت كنت فيه ده كله عملتي اكل في البيت؟ عملت اكل في البيت، لان للاسف عيالي بيحبوا السمك السنجاري من البيت جدا فوق ما تتخيلوه، وانا كنت الصبح معشماهم ان انا هعمله لكم النهارده، فبصراحه ما كنتش اقدر بعد ما عشمتهم وفرحتهم ان انا ما اعملهوش في البيت. تجيب الخلاط بتاعك تحطي فيه طماطميتين ونص جزرايه ونص بصلايه و3 فصوص توم او 5 فصوص توم مثلا، او على حسب كميه السمك اللي انت هتعمليها، وقرن فلفل حامي وملح وكمون ومعلقه زيت ومعلقه خل وليمونتين او 3. السمك السنجاري بيحب الليمون، فانت عصوري ليمون على قد ما تقدري. انا عصرت ليمونتين على قد 3 سمكات مكاريل كبار. انت حبيتي تقللي في الخلطه تزودي، يعني تقللي في الكميه تزودي براحتك. الكميه دي ل3 سمكات مكاريل كبار، يعني عاملين ال3 كيلو ونص، كل واحده نص كيلو. بس هي دي الخلطه بتاعت السمك السنجاري، ما بزودش اي حاجه تاني عن كده، حتى التوابل ولا بحط بهارات سمك ولا بحط اي حاجه خزعبليه يعني على راي شيف نادية السيد، لا. هي بس الملح والكمون مع الخضار. كنت الاول بعمله بالخضار متقطع ومتدبل على البوتاجاز يعني في النار، يعني كان كل الخضار ده، الجزر ببشره، الطماطم بقطعها، البصل برضو بقطعه رفيع خالص، وكنت بقى بحط زيتون مخلي والكلام ده. كان برضو بيبقى حلو جدا وجميل تحفة. بس بصراحة حبيناه اكتر بالخضار وهو مخلوط، يعني بيكون كمان اخف وجميل وتحسوه مشوي قوي كده
بيكون تحفة. حلو، جربوه بالطريقة دي وفعلا هتعجبكم جدا، وهتبقى زي بتاعة بره بالظبط. هنا بقى انا بحط السمك بتاعي على الصينية على طول، ولا بحطه في فويل ولا اي حاجة. في ناس بتحطه في فويل وبتحط تحتيه فويل يعني، او بتحط تحتيه بطاطس عشان ما يلزقش والكلام ده. لا خالص، جربوا الطريقة اللي انا بقولكوا عليها دي وهو عمره ما هيلزق. وبعدين هو لما بيلزق بتكوني قرصتي عليه انت اصلا في السوا، فانت ما تقرصيش عليه في السوا عشان ما يلزقش. ما بدهنش بس اكتر من الصينيه دي زيت، اللي هي زي كانك هتعملي مثلا كيكه، بس الزيت اكتر شويه، اكتر سنه بسيطه، فاهماني؟ بس مش اكتر من كده. انتي بس هو السمك المكاريلا عامه ما بيحتاجش تسويه كتير عشان ما ينشفش حلاوته، وهو لسه محتفظ بالدسم بتاعه والدهون بتاعته. وبعدين بقى الطريقه دي بتخليه الدهون اللي تنزل منه تساوي اصلا السمكه من تحت، فانت مستحيل ابدا تلاقيه يلزق او ينشف معاكي. هتحطيه بقى في الفرن، بياخد تقريبا ربع ساعه من تحت، وبعد كده بتفتحي الشوايه 5 دقايق بس مش اكتر بس، ودوقي بقى احلى واجمل سمك سنجاري تعمليه في البيت. والله هتبطلي تشتريه من بره خالص. بوريكم المطبخ الحمد لله. دي بقى المشايات طبعا بتاعه المطبخ، والطرقه والحافظه بتاعه اوضه النوم، كله طبعا على الحمام، لان كل ده جه عليه ميه من الغساله. بس كده، وهو ده كان فيديو النهارده. يا رب ما كنش ضايقتكم. بس هي عامة الحياة مدرسة، واحنا كل يوم بيمر علينا وبنعيشه لازم هنتعلم منه دروس كتير جدا. والله يا جماعة، هو انا اصلا يعني عايزة اقول لكم مؤخرا انا بقيت عازلة نفسي، ما بتعاملش اصلا مع حد خالص، يعني قافلة على نفسي. فلما جيت اتعامل او افتح قوارب بابي بس سنة بسيطة، حصل لي اللي حصل ده. فكأن الظروف الحياة بتقولي ارجعي تاني زي ما كنتي وخليكي على وضعك وما تتعامليش مع حد نهائي. بس كده، انا اصلا مكتفية بيكم، انتوا احلى واغلى حاجة عندي في الدنيا كلها. متأكدة ان كل حاجة حلوة هتحصل لي فعلا وانا معاكم. بس يا رب اكون كنت ضيفة خفيفة عليكم النهاردة، وما كنش ضايقتكم ولا نكدت عليكم. اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد وروتين جديد وتجربة جديدة من الحياة، وانا وانتم يا رب واولادنا وعيلتنا كلها في احسن حال. ويلا سلام.